النوم مهم جدا للإنسان عشان بيساعد على تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز وتقوية المناعة وتحسين المزاج، وكمان بيقلل التوتر والإجهاد. أهلا بيكم في ساندويتش إنجليزي. النهاردة هنتعلم جمل عن النوم والصحيان وإزاي تعبر عن إنك مش قادر تنام بالإنجليزي. يلا بينا نشوف إزاي نقول العبارات دي بطريقة سهلة وطبيعية. واستنوني في آخر الحلقة هقول لكم شوية نصايح إزاي تقدروا تناموا بسهولة وتغلبوا الأرق. يلا نبدأ. هتلاقوا كل الجمل اللي قلناها موجودة تحت في الديسكريبشن. I had a bad dream. I had a bad dream. معناها كان عندي كابوس. فيها بدائل ممكن توصل نفس المعنى. 1. I had a nightmare. دي بتوصف الحلم على إنه كابوس، يعني كان مرعب ومخيف. I had a scary dream. أنا حلمت حلم مخيف. كلمة scary dream بتوصف الحلم على إنه مرعب أو يخوف، لكنه مش بالضرورة يكون كابوس قوي زي nightmare. I'm going to bed now. I'm يعني أنا، going يعني رايح أو ذاهب، يعني إلى، bed يعني السرير، now يعني دلوقتي. الترجمة هروح أنام دلوقتي. I'm going to bed now. I'm going to bed now. I'm going to bed now. البدايل I'm hitting the bed now. I'm off to bed. I'm off to bed. I'm off يعني متجه أو ذاهب، يعني إلى، bed يعني السرير. يلا نكمل على الجملة التانية. 2. I'm so sleepy. I'm يعني أنا، so جدا، sleepy يعني نعسان. الترجمة أنا نايم من كتر النعاس. I'm so sleepy. I'm so sleepy. البدايل I'm super tired. I can't keep my eyes open. I'm super tired يعني أنا مرهق جدا. I'm يعني أنا، super يعني جدا أو للغاية، يعني tired يعني مرهق. I can't keep my eyes open يعني مش قادر أفتح عيني. I can't يعني أنا مش قادر، يعني أحافظ أو أبطي. My eyes يعني عينيا. open يعني مفتوحة. I need to set my alarm. I يعني أنا، يعني محتاج. to set يعني أضبط. my alarm يعني المنبه بتاعي. I need to set my alarm. I need to set my alarm. ممكن تقولها بطرق تانية زي I have to set my alarm clock. I have to set my alarm clock يعني أنا، يعني have to أو لازم. set يعني أضبط. my alarm clock يعني المنبه بتاعي. I need to put alarm يعني أنا، need يعني محتاج. to put يعني أضع، يعني an alarm يعني منبه. نروح للجملة الرابعة. I can't fall asleep. I يعني أنا، can't يعني مش قادر، fall asleep يعني أغفل وأنام. I can't fall asleep. I can't fall asleep. I مش قادر أغفل وأنام. I'm struggling to sleep. I'm tossing and turning. struggling to sleep. I يعني أنا، struggling يعني بعاني أو بواجه صعوبة. to sleep يعني إن أنا أنام. I'm tossing and turning. I يعني أنا، tossing يعني بتقلب، and يعني و، turning يعني بتلف أو بتحرك، بمعنى مش قادر تثبت في مكانك من الأرق. نكمل على الجملة الخامسة. I slept like a baby. I يعني أنا، slept يعني نمت، like يعني زي أو مثل، a baby يعني طفل رضيع. نمت نوم ملوش حل. البدايل I had a deep sleep. I overslept today. I يعني أنا، يعني overslept يعني نمت أكتر من اللازم أو صحيت متأخر. today يعني النهاردة. slept in. I يعني أنا، slept in يعني نمت زيادة أو صحيت متأخر. I woke up late. I يعني أنا، يعني woke up صحيت يعني متأخر. نروح للجملة الثامنة. I couldn't get out of bed. I يعني أنا، couldn't يعني ما قدرتش، get out of يعني أخرج من، bed يعني السرير. I couldn't get out of bed. I couldn't get out of bed. ممكن تقول I couldn't get out of bed بطرق تانية زي I didn't want to leave my bed. I stayed in bed too long. Didn't want to leave my bed. I didn't want to يعني مش قادر عايز أو ما كانش عندي رغبة. leave يعني أترك أو أسيب. my bed يعني سريري. المعنى ما كانش عايز أسيب السرير أو ما كانش عندي رغبة أقوم من السرير. I stayed in bed too long. I stayed يعني فضلت أو بقيت، يعني in bed يعني في السرير، too long يعني لفترة طويلة. المعنى فضلت في السرير مدة أطول من اللازم أو أكتر من المفروض. I pressed the snooze button. I يعني أنا، نمت ضغطت. the snooze button يعني زرار الغفوة. I hit the snooze يعني hit دوست أو ضغطت. the snooze يعني زرار الغفوة. I snoozed the alarm يعني wide awake now. I'm يعني أنا، يعني wide awake now. I'm wide awake now. أنا صاحي جدا دلوقتي أو أنا فايق جدا دلوقتي. I'm fully awake. I'm completely awake. I'm يعني أنا، يعني fully يعني تماما أو بالكامل، awake يعني مستيقظ أو صاحي. الترجمة أنا صاحي تماما. I'm to get up.
time يعني الوقت أو حان الوقت. to get up يعني للقيام أو للنهوض. ليها بدايل زي time to rise and shine. up too late. I يعني أنا. stayed up يعني فضلت صاحي أو سهرت. too late يعني متأخر جدا. ليها بدايل زي I went to bed very late. I يعني أنا، يعني went to bed يعني للنوم أو رحت للنوم. very late يعني متأخر جدا. الترجمة رحت أنام متأخر جدا. I need coffee to wake up. I يعني أنا. need يعني محتاج. coffee يعني قهوة، يعني علشان أصحى. الجملة دي ليها بدايل زي I can't function without coffee. I need my morning coffee. I can't function without coffee. I am يعني أنا، يعني can't function يعني مش بقدر أشتغل أو مش بقدر أقوم بوظائفي. without coffee يعني من غير قهوة. المعنى مش بقدر أشتغل من غير قهوة. I need my morning coffee. I يعني أنا، يعني محتاج my morning coffee يعني قهوة الصبح بتاعتي. I slept through my alarm. I يعني أنا، يعني ما سمعتش المنبه أو المنبه ضرب وأنا ما سمعتوش. I didn't hear my alarm. I missed my alarm. هقول لكم دلوقتي على شوية نصايح تقدروا تتغلبوا بيها على الأرق. علشان تتغلب على الأرق، جرب تثبت مواعيد نومك وتقلل من استخدام الموبايل قبل النوم، وتعمل تمارين استرخاء زي التأمل أو التنفس الممدد. كمان ابعد عن الكافيين قبل النوم بفترة. واستنوني الحلقة الجاية مع ساندويتش إنجليزي. ولو عجبكم المحتوى اكتبولي في الكومنت ممكن نتكلم عن إيه المرة الجاية. أتمنى لكم نوم هادئ وصحة جميلة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.